السلام عليكم حبايب قلبي، فيديو جديد من مدريد. هذا الفيديو ما كنتش مخطط اصوره، بس بما اني اخذت اوتيل عن جد غريب فحبيت اصور لكم اوتيل غريب وشوي من مدريد واحنا عمالين بنلفلف. لانه مدريد امبارح انا كنت طافش بالليل بمدريد. كثير بلد حلوه. بتستاهل يومين او ثلاثه وممكن اربعه. اللي بيحب يدور ويدور على شغلات تاريخيه واشياء حلوه. مدريد بتستاهل غير البرنابيو وملاعب الفوتبول وغير ريال مدريد. عندكم كثير شغلات تعملوها هون. الصراحة هو مش اوتيل، هو هوستل. انت بتكون متشارك بالبيت مع ناس، بس الحلو انه كل واحد له خصوصيته. هذا الحلو، مش انه تخوتوا فوقي بعض مفتوحة وكذا والناس بتشوفك وهي لا. الاشي كثير غريب وبدي اياكم تشوفوه معي وتنبسطوا بهيك تصميم. هذا الاوتيل واحد من اغرب الاوتيلات اللي شفتهم في حياتي. فالعمل بصير هون انه انا فتت بقلب كبسولة. الكبسولة هاي فيها إمكانية إنك تطفي طلع. تقدر تضوي عالي، تقدر تضوي أزرق، تقدر تضوي أحمر، تقدر تضوي تفوت هواء من برا. وعندكم تخت كثير كبير، ممكن تاخذوا تختين حد بعض كمان بقلب الكبسولة. في كثير إمكانيات. بتسكر ولا بتسمع إشي ضرب، وبس بدك تفتح عندك كبسة بتطلع على برا وبتفتح الباب. شيء عن جد كثير حلو، أول مرة بحياتي بجرب هيك تجربة. هذا أغرب أوتيل ممكن أكون شفته في حياتي. طلع الغرفة، أول شيء ليك الألوان اللي فوق تتغير، تقدر تطفيها. تقدر تطفي كهرباء عادية. طبعا هو بيجي زي التخت. هاي عملت لي علم إيطاليا أخضر وأحمر هنا. طلعوا كيف الغرف. حلو التصميم، حلو كثير. طبعا بنصحكم تيجوا تجربوا هاي التجربة ليلة أو ليلتين، شو بتحبوا. بس تجربة عن جد تستاهل إنه تجربها. يعني إنه بتقول إنه والله نمت بمحل غير البيت أو غير التخت العادي أو غير الأوتيلات، فحلو تجربوا. هاي لما توصلوا عندكم هنا الريسبشن، اسم المحل أكسجين. بتاخذوا الكرت، بتفوتوا كل واحد بيعطوه خزانة. هاي الخزانة للأشياء الخصوصية تاعتكم ممكن تحطوها. الشنطات، هاي الشنطة بتنحط بالأمانات. هاي الشنطة ممكن تفوت بالخزانة. الخزاين كل واحد له خزانته. بتفوتوا لهنا عندكم ضوء الكهرباء لحالها، حمام للشباب، حمام للصبايا، حمام للبنات هون اللي بتحمموا فيه، وحمام للشباب اللي بتحمموا فيه. وعندكم الغرف. تقسيم الغرف أنا عجبني صراحة. حلو كثير. الغرف تطلع كيف كل واحد بيكون معه منشفته، لإله منشفة. والريحة كثير حلوة والمحل كثير نظيف. يعني شيء مش طبيعي، عن جد كثير حلو التصميم. بنصحكم. طبعا في حسنات وسيئات لكل محل. هذا المحل فيه يمكن حسنة واحدة، انه انت بتجرب اشي جديد. بس باقي الاشياء انه انت مشترك فيها مع الناس. يعني الحمام انت مشترك مع الناس. الغرف لو شوفوا كيف مقسمة، شيء مش طبيعي. هي حلوة، تصميم كثير حلو وشيء غريب وشيء بجنن. بس الفكرة هو انه ما توقعش انه في حدا بيقدر يعيش اكثر من ليلة او ليلتين هيك. انا الليلة واحدة عجبني الاشي كتجربة، بس برجعش اعيدها غير اذا كأنه ممكن يكون بطريقة ثانية. وبس تسكروا الباب هنا اكسجين، هو اسم المحل اكسجين. نسبة الاكسجين بتفوت يمكن اقل من الطبيعي، لانه حسيت حالي بدي نخنق. والباب هذا صعب فتحانه. عشان ما تقولوش انه وصلت مدريد وما جربتوش هيك شيء، اسم المحل اكسجين هوستل. موجود في مدريد قريب على محطة القطار، وقريب على كثير شغلات.
فيكوا تحطوها على الجوجل ماب وتيجي لهون. والليلة بتكلف من 40 ل 50. أنا دفعت 43 يورو، عندي شوية تخفيض. الليلة بالعادة 50 يورو. كثار بعثوا لي وقلتوا لي وحيد ارجع على اليوتيوب، وابوي وامي كثير بيطلبوا مني اني ارجع على اليوتيوب. فهاي 5 فيديو بصوره باسبانيا. مش عارف انا شو بتستنوا انه تعملوا لايك وسبسكرايب. ممكن الفيديو ما يجيبش مشاهدات، بس بفضلكم كنتوا تبعثوا للناس الثانيين لاصحابكم يجيب مشاهدات. اذا بتحبوا اعملوا سبسكرايب ولايك، وشكرا. هذا واحد من الشوارع السياحية اللي دايما ملاني ناس، شارع جرانفيا. فيه ماكدونالدز 24 ساعة للناس اللي بتحب الماكدونالدز. الشارع دايما ملان. هون احتفالات الكريسماس بتصير، الناس دايما على بعضها. بدي احكي لكم شيء بسيط. هون التكاسي باخذوا شيء بسموه تعريفي، اللي هي باخذوا يورو الصبح وبالليل 2 يورو. يعني ببلش العد من يورو بعدين 2 يورو. وتعريفة المطار هي 30 يورو، ما فيش لا زيادة ولا. من وين بتكونوا المطار أي محل بدكم توصلوا مدريد فأنتوا بتدفعوا بس 30 يورو. والله الصراحة أنا لو إني من مشجعين ريال مدريد كان أخذكم معي على سانتياغو، بس أنا مش من مشجعين ريال مدريد، فعشان هيك مش راح أروح على سانتياغو. اللي بيجي على مدريد يروح على سانتياغو برنابيو اللي هو بيلعب ريال مدريد. شارع جرانفيا كانوا يقولوا الشارع العظيم زمان، بعدين لسه ممكن في ناس يسموه الشارع العظيم. فيه 3 شغلات ممكن تعملها وتكون يعني حاسس حالك بانك باي دولة ثانية. بس 3 شغلات اللي هي مهمة بكل مرة انت بتطلع فيها بتسافر: تسوق، وانك تقعد بمطاعم ومقاهي، وفي قاعات 6 قاعات سينما موجودات بالساحة الموجودة بآخر الشارع. طبعا اللي بيجي بوقت الكريسماس هذا الشارع كلياته بكون اضاءات، يعني بلشين يحضروا الناس للكريسماس. تفضلوا شوفوا قديش الشارع طويل كثير. لكل الناس المعنيين تيجوا على اسبانيا كونوا عارفين حتى لو بتعرفوا تحكوا انجليزي مش راح تدبروا حالكم، لانه الاسبان ما بيحكوش ولا كلمة انجليزي، ولا واحد فيهن بيعرف يحكي انجليزي. والاصعب من هيك انه بيحكوا بالاشارات، فبدك تتعلم لغة الاشارات معهم. بس والله انه الشعب الاسباني كثير منيح وكثير ودود. حلوه كلمه ودود، سجلوها عندكم حبايب. قبل ما اروح بين اسبانيا حابب انصحكم بنصيحه كثير صغيره. لما تيجوا على اسبانيا وخاص نص على مدريد او على مناطق الجنوب او اي منطقه باسبانيا، تعملوش حسابكم انه بس 100 يورو بكفوكم باليوم من ناحيه اكل واوتيل. فانا بخبركم انه لا، راح اكلفكم 150 واكثر. انا لما كنت هون لحالي ما كانش عندي اوتيل، كنت انام عند بشاره ابن عمي، كان يكلفنا اكل من 80 ل 120 يورو باليوم، حسب شو انت بتاكل، حسب وين بتروح، حسب كم مره بتاكل. هاي بعدنا مش حاكيين عن مصاريف ثانيه. فلهيك نصيحه كثير صغيره وبسيطه، اذا بفكر انك تيجي ب 100 يورو فما تجيش، روح دور على دوله ثانيه احسن. اسبانيا كثير حلوه، تعالوا زوروها، بس كونوا عارفين انه المصاريف كثير دقيقه والاسعار تاعت الاوتيلات كثير عاليه. شكرا لكم تابعتكم الحلقه، والسلام عليكم، باي باي.